قبل ما اقول اي حاجة انا بعتذر عن الفترة اللي فاتت ان انا ما كنتش بنزل اخبار الزمالك اول باول، وده بسبب ان الحاجة كانت تسد النفس. الكلام في الاعلام، حتى الاعلام اللي موثوق فيه، واحد بيقول حاجة والتاني بيقول عكسها، والدنيا جوه نادي الزمالك مش واضحة تماما. علشان كده كنت متجنب ان انا انزل اخبار في الفترة الاخيرة حفاظا على المصداقية اللي بيني وبين حضراتكم. وكل سنة وحضراتكم طيبين. بالنسبة للحوار التلفزيوني اللي ما بين الإعلامي إبراهيم فايق واللاعب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق ولاعب الأهلي حاليا، طبعا أنا مش محتاج أوضح لحضراتكم إن أحمد سيد زيزو لعيب كذاب، لانه طلع مع اسعاد يونس وطلع هنا وهنا وهنا يقول لك انا بحب الزمالك وانا نفسي ابقى رئيس نادي الزمالك وانا طموحاتي مع نادي الزمالك بلا حدود، واستحاله ابقى زي امام عاشور، استحاله ابقى زي بن شرقي، واستحاله وهو اصلا ماضي ومظبط كل حاجه مع المنافس. طبعا مش هقول ان حصل غلط اصلا من عندنا في نادي الزمالك الناحيه التانيه في مجلس ادارتنا، وان في مشاكل وان الناس ما بيلتزموش بكلامهم، لكن ده ما يمنعش ان اللاعب نفسه جزء من المشكله اللي حصلت، وان اللاعب نفسه خان نادي الزمالك. وظهرت صوره وهو في السفاره الامريكيه قبل مباراه مهمه جدا لنادي الزمالك في الكونفدراليه، واللي نادي الزمالك بيستعد خلاص انه يوصل لنهائي الكونفدراليه ويتوج ببطوله جديده، تلاقي دوت راح مشي مره واحده وعمل لك مشكله. طبعا مش محتاج اوضح لحضراتكم ان اللاعب ده خاين وقليل الاصل، لانه ما كانش يسوى 3 تعريفه قبل ما يجي نادي الزمالك. بغض النظر عن اللي هقوله دوت والكلام اللي بيتقال في الاخبار، ان الاهلي حقق من الاعلان بتاع احمد سيد زيزو ارباح ب 2 مليون دولار، يعني 100 مليون جنيه، من خلال ال 15 مليون مشاهدة اللي ظهروا على الاعلان في اليوتيوب. طبعا بالعقل والمنطق انت لو شفت الرقم دوت وتقارنه برقم المشاهدات، طبعا ده انت لو كل المشاهدين للفيديو من الولايات المتحدة الامريكية مثلا، عشان هناك نسبة المشاهدات بتبقى بتجيب مبلغ اعلى، برضه مش هتجيب المبلغ اللي بيتكلموا عليه. بس عموما يا سيدي مش هننكر ان الاهلي استفاد من الاعلان دوت. طبعا ده احنا لازم، مفيش مشكله ان احنا نتعلم منه. المشكله لما تعمل انت كمان صفقه بوم ضخ وتعرف تجيب منها مشاهدات انت كمان. ما انت مثلا لو جبت لعيب مثلا زي رمضان صبحي صفقه جماهيريه، زي ابراهيم عادل صفقه جماهيريه، جين سولدالا اللي عرضه عليك جون ادوارد وبيقول انه لاعب كويس وهيكون له مستقبل مع نادي الزمالك، طبعا صفقه زي ديت اما تجيب اي صفقه قويه انت كجمهور نادي الزمالك هيخش يشوف الفيديو، تعمل اعلان اي حاجه هيجيب لك برضه فلوس. جمهور الزمالك يا باشا خسر شركه اتصالات خسائر فادحه خلال 24 ساعه من الاعلان اللي عمله المسيء للزمالك، خسر خسائر فادحه من خلال جمهور الزمالك. حتى جمهور الاهلي عمل حملات انه عايز يلحق الشركه، واهلاوي اللي عنده خط يخليه 10 خطوط عشان الشركه ما تقفلش والكلام دوت. يعني انت كنادي الزمالك جمهورك مؤثر، فانت ليه ما تستغلش حاجه زي ديت؟ الاستاذ هاني شكري بدل ما هو عمال يشتم في جمهور الاهلي والكلام اللي ملوش لازمه، طب ما حضرتك اعمل حاجه مفيده لنادي الزمالك، بما انك رجل اعلان كبير في الدوله، رجل اعلانات كبير في الدوله، يعني تقدر تبني على المنظومه الاعلاميه اللي عندك وتعمل حاجات مفيده لنادي الزمالك، بدل ما انت عمال تسف وتعمل افيهات وتشتم في ده وتشتم في ده. طب ما حضرتك اعمل حاجه مفيده لناديك الاول قبل ما تتكلم عن الطرف الثاني. نتمنى ذلك يا جماعه. بعض الناس كذبت كلام الاستاذ ممدوح عباس وقالت انه قال كلام في الهوا، وانه قال انا بوعد جمهور الزمالك بصفقتين من العيار التقيل والكلام دوت، وانه ما عملش حاجه. الكلام اللي طالع من جوه نادي الزمالك بيقول ان حصل اجتماع من كام يوم ما بين كابتن احمد حسام ميدو والاستاذ ممدوح عباس، فهموا انه في الوقت الحالي ما ينفعش نجيب صفقات، احنا بنهتم الاول بحاجه ان احنا نسوق الصفقات اللي عندنا، لان احنا لو جبنا صفقات جديده هيبقى بالتالي في ناس عندنا زياده، فاحنا لما هنيجي نبيعهم هنضطر ان احنا نتخلص منهم باي ثمن عشان المنافسين كده
يدفعوا فيهم مبلغ عادي، يقول لك ما الزمالك كده كده مش هيحتاجه، طب وانا اشتريه من نادي الزمالك ليه؟ ما هو كده كده هيخرجوا بره القايمه، اخده فري واريح دماغي. ولكن لما يبقى اللاعب له مكان جوه نادي الزمالك، انت تيجي تبيعه للمنافس تعرف تكسب من وراه ماديا كويس. فده اللي بيعمله كابتن احمد حسام ميدو، عايز يبيع اللعيبه الكسر اللي عنده الاول وياخد من وراهم فلوس، بعد كده يبتدي يتحرك على الصفقات الجديده. ونتمنى فعلا ان يبقى في صفقات جديده، لان الكلام اللي خارج من جوه نادي الزمالك وبعض الكلام على لسان الاستاذ جون ادوارد المدير الرياضي الحالي لنادي الزمالك، ان نادي الزمالك بيستهدف حاليا 14 صفقه جديده داخل جدران نادي الزمالك. طبعا مش كلهم هيبقوا صفقات سوبر، لا، في صفقات A1 A2 A3 علشان يعني يتم سد الفراغات اللي موجوده جوه الفرقه. في كلام متداول ان نادي الزمالك بيسعى حاليا انه ياخد ارض جديدة في مدينة القاهرة الجديدة او العاصمة الادارية الجديدة علشان خاطر يبني عليها فرع تالت، والكلام ده الكلام مش مظبوط. دلوقتي نادي الزمالك بيسعى انه يبني اكاديمية كورة في احد المدن او القرى البعيدة شوية عن المعمار السكني، علشان يبقى فيه هناك مواهب، بعض المواهب بتبقى محدش شايفها، فعايز نادي الزمالك انه يستهدف المواهب ديت، فعشان كده بيبدأ يعمل أكاديمية كورة في أحد المدن. عشان كده حصل اجتماع بين أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، ويقال إنه الكابتن حسين السيد مع الأستاذ ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، علشان هو ده اللي شغال بيه الأستاذ ماجد سامي، بياخد المواهب الضعيفة اللي محدش شايفها ويبتدي يظهرها، بعد كده يبيعها للأندية ويكسب من وراها فلوس.